أهلا بيكم في أول حلقة من بودكاست صوت من جوه. كريم اللي رجع من البحر. في ناس بتصدق إن الروح ممكن ترجع، وفي ناس بتضحك وتقول كل ده خيال أطفال. لكن أوقات الخيال بيبقى حقيقي أكتر من الواقع. النهاردة هحكي لكم عن ولد صغير اسمه كريم، بس هو بيقول إنه مش كريم. كريم كان عنده 3 سنين ونص، قاعد بيرسم على الأرض. رسم مركب وسماها النسيم، وقال لمامته بهدوء: ماما، أنا مش كريم، أنا ناجي. كنت بحار وغرقت في البحر. الأم ضحكت وقالت له: انت شفت ده في كرتون يا حبيبي؟ لكن كريم ما كانش بيهزر، كان بيحكي تفاصيل عن مدينة اسمها صور، وعن بنت اسمها ليلى، وعن مركب كان بيملكه. كأن الكلام جاي من روح تانية، من زمن تاني. يا ماما صدقيني، أنا كان عندي مركب اسمها النسيم، وكنت بحب بنت اسمها ليلى، بس البحر خدني. وكنت عايش في مدينة صور، وكنت بحب ليلى. خديني هناك وهتشوفي. وفضل كريم يكرر الكلام ده طول الوقت على أمه وعلى باباه. وفي النهاية أمه وأبوه قرروا ياخدوه ويروحوا مدينة صور ويشوفوا إيه الحكاية. وراحت العيلة لمدينة صور، ومشوا في شوارع المدينة القديمة، وكريم كان بيقول لهم: أيوة، خشوا الشارع ده، الباب البني ده بيتي. وخبط كريم على الباب البني، وفتح عم حسن الباب. وعم حسن ده راجل عجوز. كريم قال له: أنا ناجي. عم حسن رجع خطوة وهو مندهش، ووالد كريم قال له: ده ابني، بس بيقول حاجات غريبة عن زمان. فكريم دخل وقال له: المركب اللي كنت بلعب بيه فوق الرف، والدرج السري ورا التابلو. وجري كريم وفتح الدرج، وفعلا بيلاقيه. وعم حسن الراجل العجوز قال بصوت مخنوق: ازاي عرف؟ ده سر عمره ما اتقال، محدش كان يعرفه الا ناجي. ومامة كريم قالت بصوت مهموس: معقول؟ والراجل العجوز وقع على الكرسي وقال: الدرج ده محدش كان يعرفه غير ناجي. كمان الولد ده بيشبه ناجي، مستحيل، ده شبهه بالظبط، نفس العينين. الطفل اللي قدامهم كان عارف حاجات عمره ما شافها. وقال كريم للراجل العجوز: أنا جيت أودعكم، أنا دلوقتي كريم. ومرت السنين، 10 سنين، وكبر كريم. وفي يوم كان واقف قدام البحر هو وأمه، فمامته قالت له: فاكر صور وناجي؟ فرد كريم: فاكر شوية، بس مش كتير. البحر بيكلمني ساعات، بس أنا مش عايز أرجع. فأمه سألته: ليه؟ فرد كريم: عشان أنا كريم، مش ناجي،
وناجي خلاص ارتاح. فمامته قالت له: وأنا فخورة بيك يا كريم. بس كريم بيحب المانجا أكتر من البحر. في ناس بتقول الأرواح بتتجدد، وفي ناس بتقول الذكريات بتموت، لكن يمكن اللي بيعيش فعلا هو الحب اللي فضل جوه القلب حتى لما الاسم اتغير. كنت معاكم من بودكاست صوت من جوه. استنونا في حلقة جديدة وحكاية أغرب.